عاجل ومبروك للمغاربة. محامي الفنان سعد المجرد يفاجئ ويفرح الجميع قبل قليل لحظة إعلانه عن خبر مفرح في قضية سعد المجرد. خرج محامي الفنان سعد المجرد قبل قليل بتصريح عاجل يعلن عن خبر يفرح كل المغاربة وكل محبي سعد المجرد بخصوص تطور جديد وكبير في قضية الفنان سعد المجرد، وإليكم ما جاء في تصريحه والتفاصيل الكاملة. مر شهر تقريبا على سجن الفنان سعد المجرد والذي حكم عليه ب6 سنوات سجنا، شكل صدمة كبيرة وحزن لكل محبيه الذين منذ سجنه وهم ينتظرون أي تطورات جديدة في قضية فنانهم، خصوصا بعدما منحت المحكمة الفرنسية سعد المجرد فرصة استئناف الحكم الصادر في حقه. وخرج محامي الفنان سعد المجرد قبل قليل في تصريح عاجل يعلن فيه عن تطور جديد في القضية، حيث أفرح الجميع بتصريحه. وجاء في تصريحه ما يلي: قال: لقد أقنعنا صاحب الفندق الذي وقعت فيه الحادثة بالتعاون معنا، ووافق على إعطائنا تسجيلات كاميرات الفندق، بالإضافة أن الموظفين هناك وافقوا أيضا على التعاون معنا ومستعدون ليشهدوا بالحقيقة التي رأوها. وقال أيضا: إننا جاهزون لاستئناف الحكم والطعن في قرار المحكمة لأننا جمعنا أدلة قوية كثيرا، ونسبة خروج سعد من السجن أصبحت 95%، وهذا ما أفرح كل محبي الفنان سعد المجرد.